بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عند ربنا كله بمشيئته. احنا النهاردة بنتعادل من عند ربنا. احنا ما لعبناش كورة الا الشوط التاني. طب فيها ايه يا عم فيتوريا من الاول؟ مصطفى فتحي ده يقعد ازاي؟ انا مش هتكلم على الشوط الاولاني، انا هتكلم على الشوط التاني. انا قلت انا عندي غانا، الاعب غانا اسهل من موزمبيق، والاعب اي فرقة ليها اسم كبير غير الفرق الصغيره، لان الفرق الصغيره بيبقى التكتلات والمنطقه الدفاعيه بتاعتهم والزون ديفنس والكلام ده، وطبعا صلاح بيلعب والدنيا بتبقى مقفوله والكلام ده. طب في ايه لما نلعب كوره كده يا جدعان؟ الشوط الثاني ده يعني يتدرس لمصطفى فتحي اللي فوق مرموش، اللي فوق مصطفى محمد، اللي فوق لعيبه نص الملعب، اللي فوق عمر ومش عارف برضو محمد حمدي انت مصر عليه ليه؟ الشوط الاولاني بيعمل كروس بيعمله بره ال 18، الشوط الثاني واحنا ضاغطين وماسكين كوره بيعمل كروس برضو بره ال 18. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ما الدنيا سلسه. لما لعبنا كوره وحطينا كوره على الارض رحنا وضيعنا، وكنا احنا ما ضيعناش يعني غير الجون اللي هو اتحسب اوفسايد عشان اوفسايد، انما ما فيش فرصه اتلعبت على الجون. احنا ما شفناش الجون غير في الجونين الغلطه. الباك الاولاني اللي بيرجع الكوره مرموش استغلها رقص الجون وحطها. الجون الثاني الراجل بيتفلسف فيها تريزيجيه خدها وعملها لمصطفى محمد حطها. انما احنا ما بنلعبش كوره اللي هي الكوره اللي هي كوره المنتخبات، اللي هي فيها شخصيه، اللي فيها شكل منتخب مصر. واخد بالك؟ احنا الشوط الثاني لعبنا عشان فرقه غانا عشان وحشه، رجعت لورا وخافت على الجون والكلام ده وقال حافظ والكلام ده. بعد كده جابوا جون تاني، بعد كده احنا جبنا الجون التاني. بس الفرقتين اقسم بالله احنا وهم وحشين جدا. احنا وهم لو جينا للحق ما نصعدش. يعني احنا لو بجد بنتكلم كوره، غانا ومصر والله ما يصعدوا، والله ما يصعدوا. وخلي بالك بكره لو موزمبيق كسبت او اتعادلت المجموعه دي ولعت، لان الراس الاخضر ما قدامهاش غير ان هي تكسب مصر او مصر تكسبها عشان حد يخش فيهم الاثنين. الناحيه الثانيه يا اما غانا تكسب موزمبيق، يا اما موزمبيق تكسب وتخش، لان غانا عندها بونت، احنا عندنا 2 بونت، موزمبيق عندها بونت، 3 بونت الراس الاخضر. فانت كده لو ماتش بكره ده موزمبيق والراس الاخضر اتعادلوا او موزمبيق كسبت المجموعه ولعت، ومش هتعرف مين هيخش ومين مش هيخش. فبمنتهى الامانه، بمنتهى الامانه بجد، وهنفضل نقول وهنعيد، الاختيارات فيها ظلم، تشكيل فيه مجاملات. واحد زي مصطفى حسين ده ما يقعدش، واحد زي احمد فتوح لو هو برجل واحده ما يقعدش. عمر كمال لما لعب النهارده عامل جبهه بس ما فيش مسانده الشوط الاولاني خالص. واخد بالك؟ لان ما بنلعبش كوره، هو الوحيد اللي كان بيلعب ويروح ويجي وكلام. تعب وقف ورا خلاص الشوط الثاني. واخد بالك؟ كان لازم بقى يغير زيزو ينزل وبعدين بيغير لي النني امتى وتنزل تريزيجيه. ما تريزيجيه اللي خلاك اتعدلت. انا ما اعرفش انت دماغك فيها ايه رمل، يعني الدماغ دي ما بتفكرش. انت مش شايف فرقه واقعه؟ ده فرقه ما بيلعبوش. ده اللي جاب فينا الجونين واحد ما بيلعبش اسمه محمد قدوس. محمد قدوس ده على فكره الحاج محمد قدوس ده صاحبي جدا، بس والله العظيم صاحبي بجد، بس مش ده اللي هنا في مصر. واخد بالك؟ بس اقسم بالله هو اللي بيلعبنا لوحده. الجون الاولاني والجون الثاني ايه ده يا جدعان؟ في ايه؟ احنا وصلنا للمرحله دي وطبعا كله هيطلع بقى يقول لك ايه، بص الفرقه عملت بعد ما صلاح، كله فاق بعد ما صلاح. لا، احنا اصلا صلاح برغم ان هو متراقب ومصاب، واخد بالك، واقف، كان موقف فرقه غانا كلها. اول ما خرج جه الجون فينا. خلي بالك الفرقه دي لو عندها جرأه او فرقه كوره بجد تكسبك بعد ما صلاح خرج. عشان بس الناس اللي هتزيط وهتقول لك صلاح اول ما خرج احنا اتظبطنا. طب تعالوا ورونا الماتش اللي جاي، خلاص احنا عدينا، ورونا بقى الادوار الاقصائيه اللي هي بقى يعني هتشمشم على ريحه صلاح، لان هتلاعب فرق من العيار التقيل. في لعيبه ركابها هتخبط في بعضيها، في لعيبه اقسم بالله هتبقى نازله، يعني مش عايز اقول بقى لفظ يعني، واخد بالك وانتوا عارفين. عشان الناس بس ما تقعدش تهري وتزيد والكلام ده، محمد صلاح كان واقف حتى لو هو مش في حالته، موقف ال4 أو ال5 بتوع غانا ورا. اول ما خرج الجون دخل فينا،
ولو الفرقه دي فرقه كوره محترمه كانت استغلت الكلام ده وجابت التاني وجابت التالت لو ضغطت علينا شويه. بس هم لما رجعوا ادوك مساحه مع مصطفى فتحي الله يبارك له، مع عمر مرموش النهارده انا بقول من نجوم المباراه، واخد بالك، وتريزيجيه لما نزل من نجوم المباراه، وعندك امام الشوط الثاني لما بدا يلعب اللي هو الضغط والغيره والحماس والروح والكلام ده، كان احسن واحد في نص الملعب الشوط الثاني كله. الشوط الثاني، الشوط الاولاني ما كانش له اي تواجد، لا هو ولا حمدي فتحي ولا النني، واخد بالك. عمر كمال الشوط الاولاني. بعد كده الاثنين اللي ورا ما احنا ما حسيناش بيهم، لان اصلا ما فيش حاجه راحت لا هنا ولا هنا، لا شفنا الشناوي هنا ولا شفنا الحارس هنا. بس انا برضو كلمه بقولها، يا رجاله يا الناس اللي هي عندها فهم في الكوره، ما تنساكوش ورا الناس اللي هيطلع يقول لك صلاح لما خرج مش عارف ايه، وربنا في الادوار الاقصائيه لو ربنا ما شافهوش، وربنا هتشمشمه على صلاح ان هو يجي عشان يوقف التتار اللي هيحصل علينا. على العموم التعادل مش وحش، وكنا المفروض نكسب النهارده لو احنا لعبنا كوره. احنا جبنا جونين من عند ربنا، مفيش لا تكتيك ولا مكتيك ولا الكلام ده. واحده الراجل بيرجعها استغلها مرموش، والتانيه الراجل المفروض يطلع او يرجع للجون او يشيل ناحيه الشمال بيتفلسف فيها، تريزيجيه خدها وعملها لمصطفى محمد هوب وتعادلنا. ومن عند ربنا عشان الشعب اللي بيموت ده، عشان الناس اللي هي بتموت في البيوت وقدام الشاشات. فبنقول ان شاء الله ربنا يكرم الماتش اللي جاي نكسب نخش. انا يعني انا مقلق وخايف من الماتش ده، انا بقول لكم من دلوقتي مقلق وخايف من الماتش ده. انما هو لو عدل في التشكيل، عدل وادى لكل واحد حقه، نكسب اي حد. والله البطوله سهله، والله البطوله سهله، بس احنا اللي صعبناها على نفسنا بماتش موزمبيق والماتش ده، لان هو مش عادل، اختياراته سيئه في مجاملات. ويحمد ربنا النهارده ان هو تعادل النهارده، وهنستنى الماتش اللي جاي. صعدنا كان بها، ما صعدناش يبقى